انت تدري قبل لا نحكي عن الفوز والاداء والكذا نقسم المباراة شقين. الشق الاول اللي هو الشوط الاول اللي كان عفن وسيء الى درجة ما حد يتصورها، يعني الاظهرة قلوب الدفاع ما اعرف يعني ما اعرف يسوون، يعني قلبين دفاع يلزمون مهاجم واحد. يا اخي ماكو يتحكي، يعني تشواميني ما ادري ايش بيه. تشواميني يقدم لعبه زينه ولعبتين ثلاثه مو زينه. سيبايوس يقدم لعبه احترافيه و500 الف لعبه ما يعرف شنو الطوبه. يا اخي تشافي الونسو هاي صار 11 لعبه يلعب بتشكيله مختلفه. احنا ريال مدريد هذا الموسم اول فريق بالعالم ما عنده تشكيله ثابته، وهذا الشيء ما يصير، لازم تكون تشكيله اساسيه وبعدين يضاف عليها تكتيكات عند الحاجه. والشق الثاني اللي شقيناهم شق فياريال، انشقوا شق فياريال، يعني دخل بيلينغهام وكامافينجا انطوا درس لتشواميني وللوسط يعلموهم شلون يلعبون، شلون يدافعون، شلون يقطعون كره. بيلينغهام اذا رجع مثل قبل خلف المهاجمين الوضعيه بخير، خير وتمام. كامافينجا بعد العوده من الاصابه مو عوده ضيم. اما ابراهيم دياز يعني اللاعب الوحيد اللي ما اشوف به انانيه ولا نسبه 1%. فاما كيليان مبابي المعرف لا يعرف، المنفذ الاول لركلات الجزاء، يترك ركله الجزاء لفينيسيوس لان هو تسبب بركله الجزاء. والجميل بهاي المباراه عوده فيني، ويا لها من عوده. فينيسيوس رجل المباراه، قتل فياريال بهدفين، لعب خرافي، يعني تحسه يعني صدق مفتقدين هاي اللمسات لفينيسيوس جونيور. مع هذا الف مبروك للنادي الملكي، 3 نقاط ثمينه والتصدر الدوري مؤقتا بانتظار غدا لعبه برشلونه امام اشبيلي. دائما وابدا هلا مدريد.